ونشاهد زيدان متواجد أيضا مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز، والآن يصعد إلى منصة وسيبدأ بالمؤتمر الصحفي. مساء الخير. أريد أن أتوجه بالشكر للجميع لحضوركم في ملعب سانتياغو برنابيو. إذا أتقدم حتى أعلمهم بمحضر اجتماع هيئة مديرات ريال مدريد. لقد قمنا باختيار صعب لإيقاف عقد بينيتس، ونحن ذلك لا يعني أننا تعاملنا مع شخص ممتاز ومدرب محترف في شخص بينيتس كمدرب لريال مدريد. أريد أن أعلمكم كذلك أن الهيئة المديرة لريال مدريد قررت تعيين مدرب جديد للفريق الأول زين الدين زيدان. زيدان بكل تأكيد هو من الشخصيات الكبيرة في كرة القدم. هو يعلم أكثر من الجميع ما يعني أن تتعامل مع الفريق الأول لريال مدريد، وهو يدرك صعوبة المهمة والشغف في نفس الوقت للجلوس دكة الاحتياط. زيدان كذلك يعرف جيدا هؤلاء اللاعبين لأن غالبتهم تعامل معهم كمساعد مدرب، وفاز معهم بالكأس العاشرة دوري الأبطال. وزيدان في قبل هذا التحدي وواجه كل هذه التحديات بكل مهارة وموهبة عالية. زين الدين زيدان، هذا هو ملعبك وهذا هو ناديك، ولدينا كل الثقة في شخصك وثقة كل الأنصار والأحبة سيكون إلى جانبك المساندة. زيدان ابتداء من هذه اللحظة هو مدرب ريال مدريد، وبالنسبة لي كرئيس للنادي فخر كبير تقديمك لأنك لا تعرف المستحيل. شكرا جزيلا. نسلم الكلمة للمدرب الجدير المدريد زين الدين زيدان. حسنا، مساء الخير الجميع. أولا أريد أن أتوجه بالشكر للنادي ولسيادة الرئيس لتشريفي بتدريب الفريق الأول لريال مدريد. لدينا أفضل نادي في العالم ولدينا أفضل أنصار في العالم. ما علينا اليوم، ما سأقوم به، ما سأحاول القيام به هو أن أقدم أفضل ما لدي حتى نتمكن بإحراز الألقاب في نهاية الموسم. والأمر الوحيد الذي أقول أنني سأقدم كل ما بإمكاني وأفضل ما لدي مع اللاعبين، وأننا ستسير الأمور على أحسن الأمور. المهم أن نكون غدا مع الفريق وأن نبدأ الشغل ابتداء من يوم الغد. شكرا جزيلا للجميع. هو يوم تاريخي بالنسبة لي ولكم كذلك، وكما يحصل لجميع المدربين عند تعيينهم، وأحس بنفس الإحساس عندما وقعت كلاعب ريال مدريد. ابتداء من الغد سيكون يوما آخر، وما يمكن أن أقوله أنني سأقدم بكل جوارحي أفضل ما لدي لهذا النادي وأن تسير الأمور على أحسن ما يرام. شكرا جزيلا للجميع.